السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود صقر. الدرس ده يعني حاجة مشابهة شوية للسب ديفيجن سيرفس، بس عكس السب ديفيجن سيرفس. السب ديفيجن سيرفس بيعمل ايه؟ هو بيديني عدد اكبر من البوليجون على الاوبجكت الواحد. يعني مثلا لو انا رحت من هنا كده خليني مثلا واير فريم شغال. انا عايز مثلا اعمل ايه؟ خليني مثلا اقول له هنا كده شيفت دي بالشكل ده، وهقول له واي كده، وهروح على الاوبجكت بتاعي من هنا كده واقول له من هنا ابلاي. بص كده، بص عدد البوليجونز اللي انا اقدر اشتغل عليها. هو ده العدد الفعلي اللي هو بيديهولك. عدد البوليجونز طبعا هو بيدي لك البوليجونز كلها كواد وكلها مظبوطه، تقدر تشتغل عليها زي ما انت عايز. اوكي تمام. يعني الشكل ده هو الشكل ده. خلاص طيب، خليني اقول له ده خلي ده موجود. تمام. اروح على الاوبجكت بتاعي بقى. هو ليه مفيش هنا موديفاير؟ فين الموديفاير؟ راح فين؟ اوكي ماشي. هروح من هنا وانزل، سواء نازل سب ديفيجن سيرفس. هو راح فين السب ديفيجن سيرفس؟ في تهنيجه غريبه جدا موجود على فكره السب ديفيجن سيرفس. بص يعني انا، بص هو معلم عليه على طول، بس يعني في تهنيجه غريبه جدا على الاوبجكت. اوكي تمام. كان في حاجه وانا مش عارف ايه هي، ولا لسه موجوده؟ موجوده صح. طيب خليني اعمل كده. ماشي طيب، خليني اخفي ده خالص. المفروض ان هنا كان في سب ديفيجن سيرفاس مش باين خالص، معرفش ليه، ولكن هقول له اديني سب ديفيجن سيرفاس هنا واشوف هيعمل معايا ايه. اعتقد هيعمل لنا مشكله كبيره. لا، هو الاوبجكت ده فيه مشكله على فكره، فهسيبه خالص مش مهم. وخليني مثلا، انا ممكن اشتغل على اوبجكت جديد واريح دماغي بصراحه. يعني عشان بس البروجكت ده من اول ما بدات شرح وانا كنت شغال فيه تقريبا. يمكن عشان كنت واقف على، اوكي عشان كنت واقف على الايديت مود. انا اسف، انا كنت واقف على الايديت مود ومش واخد بالي خالص والله ان انا واقف على الايديت مود. تمام كده الاوبجكت ما فيهوش مشاكل، فتمام كويس ان احنا ما غيرناش، عشان انا عايز اشتغل على ده تحديدا. يعني دلوقتي انا حاطط سب ديفيجن سيرفس بليفل 4. خليني ارجع كده لورا شويه كده، خلاص بقى ليفل 0 مفيش سب ديفيجن سيرفس. خليك فاكر الشكل ده. تمام. زود، ادي كده 1 2 3 4 ب4 ليفل. هروح من هنا واد حاجه اسمها ديسميت او ديسيميت. هزود ديسيميت دوت، نزل تحت السب ديفيجن سيرفس مفيش مشاكل عادي جدا. تعالى بقى لا مش ديسيميت، هو ديسيميت بس مش الكولابس. طبعا انت عندك هنا حاجه اسمها كولابس، دي بتشتغل من على الفيرتكس جروب، ودي طبعا ليها قصه تانية، ولكن انا عايز اقول له هنا unsubdivide يعني عكس كلمه subdivide. وهقول له اديني 1. اوكي بص عمل ازاي. ماشي. طب 2 بدأ يقلل، بص 3 4 تمام. انا فاكر الشكل ده قبل كده. طب 5 6 برضو الشكل ده انا شفته قبل كده. طب 8 شكرا، مفيش عندك سب ديفيجن سيرفس خالص. ليه؟ لان 8
هي قسمة 4 والليفل الواحد بيديك تقسيمتين مش تقسيمة، فهو كده يعني ادالك الاوبجكت بتاعك الحقيقي. يعني لو انت مثلا في وقت من الاوقات عملت سب ديفيجن سيرفيس على اوبجكت وقلت له ابلاي، رجعه لي تاني لو سمحت بالديسيميت. وده اللي هنعمله دلوقتي هنا. خليني اروح على الاوبجكت ده واقول له اد سب ديفيجن سيرفيس، سب ديفيجن ايه، اد ديسميت، تمام، وهاتولي ان سب ديفايد. لو سمحت انزل شويه بالمش دي، قللها خالص، رجعه لي زي ما كان، شكرا. بعد كده اروح من هنا واقول له ابلاي، رجع تاني زي ما كان وزي ما اشتغلت عليه. موديفاير تحفه بصراحه، تحفه بجد، لان معظم الارتست اللي بيعملوا تحريك شخصيات، مش تحريك شخصيات، اللي بيعملوا موديلنج اصلا للشخصيات، بعد ما بيخلص الموديل بتاعه طبعا هو بيبقى شغال، يعني بيبقى بيحب ان هو بقى يبدا ينعم في الاوبجكت بتاعه عشان يشوف هيطلع عامل ازاي. بعد ما بيخلص بيدوس ابلاي، خلاص هو تمام، هو عجبه على كده وداس ابلاي وتمام، والكاركتر بقى متنعم وكله تمام. عشان انت اصلا لما تيجي تشتغل بتشتغل لو، بتشتغل باللو بولي كده، بتيجي تنحت بتشتغل باللو بولي عشان على الاقل لما تيجي تعرف مثلا تتحكم في تفاصيل، تتحكم في تفاصيل يعني بسهوله. يعني بص انا مثلا لو مسكت الاثنين اوبجكت دول، سوري، لو مسكت اتنين، دي مشكله بقى الاكسس اللي انا منزلها دي. لو انا مسكت الاثنين بوينت دول، اسهل عندي جدا لما امسك كل البوينت دي، خاصه لو انت عندك متقسمه بوينتات من هنا كده، مش عارف التاثير بتاعك مش هيبقى كده، التاثير بتاعك مش هيبقى كده، لا ده انت هتبقى محتاج ان انت ايه، لازم نحت بقى وكمان وشغلانه بقى، يعني شغلانه صعبه جدا، تمام. فبعد ما بيخلص بيلاقي عنده المش تقيله جدا، فعايز يعدل عليها، ما بيعرفش يرجع تاني خلاص. فالديسيميت دوت بصراحه تحفه، بيرجعك تاني ان انت يبقى المش بتاعتك لو بولي، خاصه الناس اللي بتعمل شخصيات، خاصه الناس اللي بتعمل موديلز للالعاب. خاصه انتوا عارفين طبعا الالعاب ما بتشتغلش على الاجهزه كلها. يعني انا مثلا عندي جهاز كمبيوتر، فمثلا الجهاز بتاعي ما يستحملش، فانا عايز اقلل الكواليتي بتاعت اللعبه عشان الجهاز يستحمل، فبيبقى في حاجه اسمها ال او دي، ليفل اوف ديتيلز. فانت بتقلل الديتيلز بتاعت الاوبجكت دوت لاقل حاجه وبتعليها لاعلى حاجه عشان الامكانيات. المبرمج يبدا يدخل ايه، تفاصيل. انت عايز مثلا الليفل عالي، مش عارف ايه، الشيدر عامل ازاي، امكانيات بقى الجرافيكس. لما انت بتخش تظبط اعدادات اللعبه، والله انت جهازك قوي فبتعلي امكانيات اللعبه، جهازك ضعيف بتلعب على اللو ريزولوشن وتفاصيل بسيطه. فبتفرق جدا معاك ان انت تعمل حاجه اسمها ليفل اوف ديتيلز، بتعمل مثلا 5 ليفل للديتيلز بتاعتك. فحاجه زي كده بتبقى مهمه، ما ينفعش انت تعتمد على ان المش بتاعتك تبقى قويه بس. اتمنى يكون الدرس استفدت منه، واتمنى اكون شرحته لك بشكل كويس. كان معاكم محمود صقر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.